وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة وسلاما عليك سيدي رسول الله. خلقت مبرأ من كل عيب وكأنك خلقت كما تشاء، وأجمل منك ما ترى قط عيني، وأطيب وأجمل منك لم تلد النساء. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما نرى ونشاهد جميعا، الحافظون لكتاب الله عز وجل يكرمون. نعم، وحقا هو القرآن الكريم. ها هم حملة كتاب الله واستمرارهم في تبليغ السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الحضور الكرام، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أيها الإخوة الحضور، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وخير ما نبدأ به حفلنا الكريم هو القرآن الكريم، مع فضيلة القارئ والعلم القرآني الشيخ عبد الله نصر، القارئ والمقيم بقرية كفر عشمة مركز الشهداء منوفية. نسأل الله لي ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم
بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن
لهم أجرا كبيرا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل وجعلنا الليل والنهار فمحونا آية الليل وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وكل شيء فصلناه تفصيلا الله أكبر ولله بسم الله الرحمن
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. قل إن قراءة القرآن الكريم وسماع القرآن الكريم ودراسة القرآن الكريم وحفظة القرآن الكريم إن كتاب الله عز وجل خير ما أنزل من السماء مطهر القلوب. اللهم ثبتنا جميعا يا رب على كتابه العزيز. ايها الاخوة الحضور الافاضل، اهلا وسهلا بكم. الاخوة الحضور، خلق الله الدنيا وزينها وجملها بعدة اشياء. زينها سبحانه وتعالى بالجبال، وجعل من زينة الجبال عرفات واحد والصفا والمروة، وقال فيها ان الصفا والمروة من شعائر الله. زين الله سبحانه وتعالى الدنيا بالاعوام. عام ولد فيه المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، وعام اغرق فيه فرعون وجنده ونجى فيه موسى عليه السلام. عام نجى فيه الخليل ابراهيم من يد النمرود بن كنعان. عام نجى فيه سبحانه وتعالى موسى في التابوت. زين الله سبحانه وتعالى الدنيا بالاماكن، وخير هذه الاماكن بيته الحرام وبيت المقدس ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين الله سبحانه وتعالى الدنيا
بالشهور ومنها الاربع الحرم. زين الله الدنيا بالايام، ومن زينة الايام يوم الجمعة وعرفات، يوم الخزي الاكبر للشيطان. زين الله الدنيا بالانبياء، ومن زينة الانبياء الخليل ابراهيم وموسى الكليم وعيسى الوجيه وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين الله الدنيا بآل البيت، وجعل زينتهم فاطمة الزهراء. وزين الله الدنيا ومصر. تحية لسيادة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية بتحية الإسلام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوني في البداية أن أرحب بالمنصة الكريمة، ولكن كل على حدة. ونبدأ بأصحاب المعالي، معالي السيدة الدكتورة النائبة الخلوقة هناء سرور، اللي لها مكانة كبيرة في قلوب محافظة المنوفية، وذلك بسبب عملها الدؤوب في القطاع الطبي خاصة. معالي السيد الدكتور النائب المحترم واخويا بمعنى كلمة اخويا محمود به البرعي، نائب عن دائرة الباجور، اهلا وسهلا بحضرتك. معالي السيدة النائبة اللي بصراحة انا بسميها المقاتلة الشرسة، الدكتورة شيرين عبد العزيز، شرفتينا ونورتينا. معالي السيد النائب المحترم اللي يمكن قصته مشابهة لقصته شوية، بلد ناس محترمين، بلد رجالة وقفت في ظهره، أيدوا فكرة وهي فكرة إن شاب يترشح في الانتخابات وأمنوا بيها ودعموها لحد ما الفكرة نجحت. معالي السيد النائب هاني بيه خضر، نائب شبين الكوم. معالي السيد النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ، اللي انا دايما بسميه معشوق الجماهير، اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا. مشرفنا ومنورنا ايضا على المنصة الكريمة فضيلة الدكتور محمد البيومي، اهلا وسهلا بحضرتك، عميد كلية الاصول الدين بالزقازيق. ولو اتكلمت عن الراجل المحترم ده هحتاج ايام اتكلم فيه، فشكرا جزيلا لحضورك. معالي السيد الدكتور محمد الجمل، مدير إدارة الأوقاف بالشهداء، أهلا وسهلا بحضرتك. الأستاذ المحترم الخلوق أستاذ طارق بيه أبو حطب، رئيس مدينة الشهداء. الأستاذ المحترم وحيد بيه عبد ربه، رئيس مدينة منوف. الناس دي شغالة ليل نهار لخدمة أهالينا في مركز الشهداء ومركز منوف، والحقيقة أنهم شغالين تحت قيادة حكيمة، وهي قيادة سيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية. معالي الشيخ عبد الهادي سليم اللي شرفنا ونورنا على المنصة النهاردة. وما نقول الشيخ عبد الهادي سليم يبقى نقول بيت مال مسلمين متشهالة، وما نقول بيت مال مسلمين متشهالة يبقى بيت مال لكل بيت في متشهالة. أهلا وسهلا بحضرتك عم الشيخ. معالي الدكتور المحترم دكتور محمد نجيب، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، ونعم الأخ ونعم المسؤول، أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا. ولا أنسى أن أرحب بالسادة العمد ومشايخ البلاد، شرفتونا ونورتونا ومجيتكم على الراس من فوق، ونجيلكم دايما في الأفراح. كل سنة وحضراتكم طيبين.
ولا أنسى أيضا أن أرحب بهيئة مكتب حزب حماة الوطن اللي منورنا ومشرفنا، وعلى رأسهم الحاج حسام سلطة حسان. كل سنة وحضراتكم طيبين. أما عن أهل متشهالة فهي بلدي، ومن صغري وأنا طفل بنقولوا متشهالة بلد الرجالة، ودي حقيقة. وأيضا بلد العلماء، بلد المشايخ، بلد فضيلة الإمام، وبلد فضيلة شيخ الأزهر ومفتي الديار الجمهورية، وبلد السياسيين البارزين، وبلد الأطباء والدكاترة المحترمين، وبلد أساتذتي، وبلد المهندسين، وبلد الفلاحين المحترمين أصحاب الواجب والشهامة. لو قعدت أتكلم يوم 2 3 ما أقدرش أوفيهم حقهم. كل سنة وحضراتكم جميعا بألف صحة وألف خير، وشرفتوني ونورتوني. وفي الحقيقة ما أقدرش أرحب بيكم، لأن أنتوا في بيتكم وفي مكانكم وفي أرضكم، ما أنتوش ضيوف، أنتوا أصحاب مكان. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين، ومجيتكم على راسي من فوق. أما أهل القرآن الكريم حفظت كتاب الله فلهم مني معزة خاصة، فنحن نتحدث عن الأخيار، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنحن نتكلم عن أهل الله وخاصته، فبقول لهم: هنيئا لكم أصحاب الأجور. فلا نقول ألف لام ميم حرف، ولكن نقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة ب10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. وفضل القرآن العظيم الكريم عظيم، يمتد مع أصحابه إلى يوم القيامة. يوم القيامة حيث ينتظر البشرية للشفيع، فيأتي القرآن الكريم ويقول: أي ربي منعتهم النوم فشفعني فيهم، أي ربي منعتهم النوم فشفعني فيهم. فيشفع القرآن الكريم لأصحابه ويدخلهم الجنة، وبعد دخولهم الجنة يقال لهم في الجنة: اقرأ ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا. فدعوني أن أحني جبهتي أمام حفظة القرآن الكريم اللي رافعين راسنا، أهل متشهالة المحترمين. ولا أنسى في نهاية كلمتي أن أشكر كل السادة المنظمين والقائمين على الحفل الرائع ده. بصراحة أنا حاسس إن العيد قدم جه بدري شوية النهاردة بالنسبة لي وبالنسبة لأهل بلدي، أقسم بالله أكنه عيد. ولا أنسى أيضا على مشايخنا العظماء الأبطال اللي بقالهم 2 شهرين شغالين على هذه المسابقة ولنجاح هذا اليوم الرائع. كل الشكر والتقدير لحضراتكم. ولا أنسى أن أشكر أيضا أحباب القرآن الكريم، متشكرين جدا جدا، وكل سنة وحضراتكم جميعا. ولي عظيم سلطان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعدها ليوم لقائه، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. سادة أعضاء المنصة الكرام، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نقول إن هذا الخير خزائن، ولهذه الخزائن مفاتيح، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. الحفل الكريم، أولا بداية بيت بال المسلمين، يدعو الفضل بعد الله تبارك وتعالى بمعرفتنا بالراحل العظيم وقدوتي في هذا الزمان المهندس صلاح مصطفى عطية يرحمه الله، من قرية تفان الأشراف
مركز ميت غمر دهلي. تعلمت من هذا الرجل الكثير والكثير. مما تعلمته منه أولا الميثاق العظيم. ما هو هذا الميثاق؟ الرجل يرحمه الله عقد ميثاقا بينه وبين الله، وأنا قلدته في ذلك. إنه في يوم السبت الموافق 9 من شهر الله المحرم لعام 1415 هجرية 18/6/94 ميلادية، تم تحرير هذا الميثاق بين الله سبحانه وتعالى طرف أول. اثنين، الأشخاص الآتي أسمائهم بعد طرف ثاني. يتعهد الطرف الثاني من الأشخاص أفراد الطرف الثاني بأن يدفع بصفة دورية وشهرية ومستمرة مدى الحياة 2 جنيه. 2 جنيه. ادفع جنيهين شهريا تفتح بيتا مسلما. 2، توجه هذه المدفوعات لصالح الفقراء والمساكين واليتامى. بند الثالث، يتعاهد الطرف الأول وهو الله سبحانه وتعالى بالإخلاف على من أنفقوا وأن يحفظهم من كل مكروه وسوء. هذه كانت بداية بيت المال. 324 جنيه سنة 94. في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان كانت رحلة العظيمة إلى تفان الأشراف، وبعدها وفي الطريق عدنا وقد أسسنا بيت مال المسلمين برأس مال 7000 جنيه. في هذه السنة تم تحصيل مبلغ 30,000 جنيه سنة 94، هي حصيلة زكاة الفطر وزكاة المال سنة 94. تم توزيعها بالكامل على الفقراء والمستحقين. تم تخصيص مبلغ 7000 جنيه كرأس مال لبيت المال. الأركان التي جعلناها لبيت المال: المرحوم الحاج محمود سامي سلام يرحمه الله، الحاج أحمد محمد حسن الكولي يرحمه الله، الحاج فهمي أحمد عامر يرحمه الله. الرابع هو موجود معانا، مش عاوز أقول اسمه علشان ما يضيعش ثوابه عند ربنا، هو موجود معانا فجزاه الله خيرا. هؤلاء كانوا الأعمدة التي يقيم عليها بيت المال مع جهود المخلصين. بحمد الله تبارك وتعالى 7000 يطلع عليها رأس مال لبيت المال تعدي النهارده ملايين. فمن فضل الله تبارك وتعالى تم الإعلان عن تأسيس بيت المال في رمضان سنة 1415 هجرية بحضور كبير عائلة الحاج أحمد عيسى وسليم يرحمه الله. وتعهد الرجل ساعتها أن يقف داعما ومساندا لبيت المال بكل ما أوتي من جاه وسلطان ومال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدمه في ميزان حسنته. في عام 2000 شهر 9 24/9 سنة 2000 تم إشهار جمعية نور الإسلام من شهالة برئاسة الحاج أحمد الكولي يرحمه الله، وما زالت الجمعية تعمل إلى الآن. وقد وصل ميزانية الجمعية في العام الماضي أكثر من 2 مليون، وكذلك الحال بالنسبة لبيت مال المسلمين من شهالة. الحفل الكريم بيت مال المسلمين تاج العمل الخير يفخر به جميع الحضور، وهو نموذج يحظى بالرضا التام من قبل المسؤولين سواء في بنك النصر الاجتماعي أو في إدارة الشؤون الاجتماعية بالشهداء. ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أطمئن الجميع بقول الله تبارك وتعالى:
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وأختم بالحديث: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نزعها من بين أيديهم وملكها لغيرهم. وإن من كسرت نعم الله إليه كسرت حوائج الناس إليه. كل الشكر والتقدير والاحترام للسيد النائب على رعايته لهذا الحفل. شكر لجميع الحضور. أسأل الله تبارك وتعالى مزيدا من التوفيق، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني النهاردة والله أنا في قمة سعادتي، والله في قمة سعادتي، وفعلا لما كنتش جيت النهاردة كان هيفوتني خير كتير وبركة كتيرة جدا. أولا اسمحوا لي إن أنا برحب بالقامات اللي موجودة معانا على المنصة، وبنقول لهم كلهم كل سنة وأنتم طيبين. وبشكر سيادة النائب علاء بيه جعفر، النائب الخلوق، نائب وخادم الجميع، وخادم النهاردة وكل يوم وكل سنة إن شاء الله حافظة القرآن الكريم. أنا سعيدة جدا بك يا سيادة النائب، وبشكرك جدا لهذه الدعوة ولهذا الجمع الكريم. والنهاردة كلنا لما نكون موجودين مع أولادنا وبناتنا حملة القرآن الكريم فما أسعدنا النهاردة. أنا بتوجه بالدعوات الكريمة لكل أولياء أمورهم ولكل المشايخ اللي ساعدوهم في حفظ القرآن الكريم، فجزاهم الله خير وهو عنده خير الجزاء. أنا طالبين مني أتكلم 5 دقايق، فأنا مش عارفة هقول إيه، لكن إن أنا بشكركم كلكم. وفي النهاية أنا عايزة أقول لكم دعوة: اللهم بلغنا جميعا ليلة القدر يا رب، اللهم أمين، وارزقنا فيها على قدر قدرك، اللهم أمين. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا جميعا. اللهم أعطينا زيادة الحسنى والزيادة يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. والفاتحة لسيدي شبل كلنا إن شاء الله. شكرا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الجمع الكريم كل باسمه، المنصة الموقرة، السادة ضيوف مركز ومدينة الشهداء،
والحقيقة أنهم ليسوا ضيوف بل هم أصحاب المكان. فيا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. اجتمعنا اليوم في ليلة ملائكية لنكرم أنفسنا على شرف قرب حفظة القرآن الكريم من الله. فنحن الذين نكرم قربة ومحبة لمن جئنا في رحابهم عند الله. ولعل مقدم الحفل الكريم قد أشار فيما ذكر بأن الله سبحانه وتعالى في عون من أخذوا على عاتقهم أداء رسالة حفظ القرآن الكريم، ولم يبين لماذا الله سبحانه وتعالى في عونهم. وأذكر لحضراتكم سببا. عندما قامت الدراسات الغربية لتبحث عن سر نهضة وتفوق المسلمين، وجدوا أن القرآن الكريم هو السبب في ذلك، ووجدوا أن شرط النبوء أن الإنسان إذا حفظ 18,000 كلمة من لغته فهو من المتفوقين. والطفل المسلم الذي يدخل الكتاب لحفظ القرآن الكريم إذا أتم حفظ القرآن الكريم يكون قد حفظ 77,339 كلمة. ومستوى النبوغ العالمي في أي لغة 18,000. فما بالنا إذا ما خرجنا من مدارسنا طفل يحفظ 77,339 كلمة من أفصح الكلمات ومن أصعبها في جميع اللغات. 77,000 كلمة بيترجموا ل323,015 حرف. هنا قالوا لا بد أن نحول بينهم وبين لغتهم وقرآنهم. فكانت بدايات المدارس الأجنبية والإنترناشونال، فكانت النتيجة في النهاية أن الطفل عندما يعبر مرحلة الابتدائي يكون قد حفظ 4,000 كلمة من الكلمات العامية والشعبية. فعندما نخرج هؤلاء فنحن نكون قد حافظنا على هوية الإسلام. قدمنا هؤلاء قربان إلى الله لنحافظ على هوية الإسلام وعلى هوية مصر الغالية. هذا أولا. ثانيا، مما تفتخر به الأمة المحمدية سلسلة الإسناد في القرآن الكريم. سلسلة الإسناد في القرآن الكريم تتصل وتنتهي إلى الله. فهؤلاء الذين حفظوا كتاب الله اصطفاهم الله ليكونوا أحد الأفراد في سلسلة القرآن المنتهي إلى الله. يعني هؤلاء إذا ما قلنا بأنهم قد أخذوا عن فلان عن فلان عن فلان سينتهي بهم إلى أنهم قد أخذوا القرآن عن رسول الله عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى. فكان هذا هو التكريم الثاني لهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. ثالثا،
لم ينزل القرآن الكريم على شيء إلا وحل الفضل فيه. نزل القرآن على جبريل فكان هو أفضل الملائكة، ونزل على رسول الله فكان هو أفضل المرسلين، ونزل في شهر رمضان فكان هو أفضل الشهور، ونزل في ليلة القدر فكانت هي أفضل الليالي، ونزل القرآن على قلوب هؤلاء فصاروا هم أفضل القلوب وأطهر القلوب. رابعا، موقف رأيته بعيني وأنقله لحضراتكم. كنت في سفر من الأسفار في إحدى الدول الإفريقية، وكان هناك نزاع بين القبائل، فاحتكموا إلى مجلس عرفي، فكان هناك إنسان يرتدي الزي الأزهري من الجالسين في هيئة المحكمين. هل تعرفون كيف انتهى حسم النزاع في هذه المشكلة بين القبائل؟ لقد استدعوا ذلك الإنسان الذي يرتدي الزي الأزهري، واتفقوا فيما بينهم أن يقسموا على شخصه، يقسموا على شخص الإنسان الذي يرتدي الزي الأزهري. فأنا تعجبت، قلت لهم كيف تقسمون على بشر؟ قالوا لا، وإنما نقسم على القرآن الذي سكن في قلبه. وهكذا حسم النزاع بينهم. هذا هو القرآن، وهؤلاء هم أهل القرآن. فإذا كان القرآن الكريم قد نزل في مكة، فقد قرئ القرآن في مصر، وهذه رسالة لكل مصري أن يا شباب مصر وأبناء الفداء، لكم إكرام وإعزاز بالفداء، إنما مصر إليكم وبكم، وحقوق البر أولى بالقضاء. لا تقولوا حطنا الدهر، فما هو إلا من خيال الشعراء. واقرأوا تاريخكم، واحتفظوا بفصيح جاءكم من فصحاء، واحكموا الدنيا بسلطان، فما خلقت نصرتها للضعفاء. واحكموا الأرض واطلبوا المجد على الأرض، فإن هي ضاقت فاطلبوه في السماء. وهذا المشهد الذي نراه ليس بغريب على محافظة المنوفية، هذه المحافظة التي شهد لها القاصي والداني. فحييت يا بلدي بكل لسان، وسموت في الأكوان والأزمان. حييت من قلب وفي لا يرى إلاك، يا قلبي الذي يرعاني، إني أقدس في ثراك مشاعري. ومشاعر الإنسان كالإنسان، تنبت بالذكرى وتومض بالهوى، وتشع بالإشراق والإيمان. أهلا شبين الكون يا صرح النهى والعلم والأدب الرفيع الشان، يا قبلة المجد الذي غنى له فجر الكنانة بعد كل أذان. لم تبخلي بالنابهين على الورى، فنصرتهم كالشمس في الأكوان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا. بداية بقول لكم كل عام وحضراتكم جميعا بخير، ومصرنا كلها بخير، مسيحيين ومسلمين، ويا رب دايما متجمعين في الأعياد وفي المناسبات السعيدة. في البداية أنا بشكر سيادة النائب علاء بيه جعفر، ولولا غلاوته عندنا بصراحة، ولولا الارتباطات كمان اللي عندنا ان احنا نأجلها ونجيلكم لغاية هنا، احنا بنقول له يا ربنا يديمك يا رب في خدمة الناس، وربنا يديمك في الخير. وانا بقول له يعني شكرا ان هو جمعني بأهل الشهداء. يعني انا يمكن دايما مشهورين عن اهل الشهداء كمان ان هم من اطيب الناس، مش بس في المحافظة، يعني مشهورين على مستوى الجمهورية ان اهل الشهداء من اطيب واصل واحسن الناس. تحية كبيرة لاهل الشهداء وبالذات 100 شهادة. وشرف ليا ان انا موجودة معاكم النهاردة.
وشرف ليا اكتر ان انا ابقى موجودة النهاردة في احتفالية في حفظة القرآن الكريم، احتفالية عظيمة، وفي العشر الاواخر كمان من رمضان، الايام المباركة. يا رب بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. وبقول مبارك لأهل حفظة القرآن الكريم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بشرهم وقال له والد حفظة القرآن هيأتي يوم القيامة وعليه في رأسه تاج من نور، النور أحسن من ضوء الشمس. فمبارك ليكم، ويا رب يجعل هذا في ميزان حسناتكم، لأن انت توجه ابنك دلوقتي في ظل ظروف وفي ظل يعني هقول لحضراتكم حاجات كتيرة جدا مغريات للأولاد عندنا غير القرآن، ان انا اوجهه واخليه يحفظ القرآن واخليه يتوجه للطريق الصح. يا رب يجعل هذا القرآن يا رب نور في طريقه، وما يجعلهمش بس حفظ للقرآن، ويجعل هذا القرآن هو طريقهم، وهذا القرآن هو يا رب يكون يعني هو ده خلقهم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جم يعني يلخصوه قال خلقه كان القرآن. ربنا يجعل أولادنا كلهم كده ويحسن تربيتهم يا رب العالمين، ويبعد عنهم السوء والشر. وبشكر كل من كان يعني قام بهذه الاحتفالية علشان يطلعها بهذا الطريقة المشرفة، وبصراحة احتفالية جميلة، واحنا بنتشرف كلنا ان احنا نبقى موجودين معاكم النهاردة. انا بشكرهم وبشكر كل الناس اللي يعني شالت على عاتقها الاولاد ديت علشان تحفظهم. بنقول لهم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وانتم خيركم وانتم يعني خيار من خيار. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. ويعني انا بتشرف ان انا اكون في وسط المنصة الكريمة ديت. انا مش هقول اسماء لانه كلكم الموجودين كلهم سواء على المنصة او سواء الضيوف الموجودين كلكم قيمة وقامة وعلى دماغنا. يعني كل عام وحضراتكم جميعا بخير، وبشكركم ان انتم يعني دعتوني الدعوة ديت واكون في وسطكم، ده شرف ليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لسيادة النائبة شيرين عبد العزيز. والآن نتشرف مع سيادة النائب محمود البرعي نائب عن دائرة البادور، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بداية أحب أرحب بالسادة الحضور جميعا، وبحب أشكر أخويا المحترم معالي النائب الخلوق المحترم ابن الأصول علاء بيه جعفر على الدعوة الكريمة اللي أتاحت لنا الفرصة إن احنا نكون في الأرض الطيبة وعلى الأرض الطيبة أهل مركز الشهداء وأهل 100 شهالة المحترمين. تحية منا جميعا لأهل الشهداء وأهل 100 شهالة. كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم رمضان أعواما عديدة، وربنا يبلغنا وإياكم ليلة القدر. النهاردة في الاحتفالية والأمسية الرمضانية الأكثر من رائعة لحفظة كتاب الله، احنا بنقول لحضراتكم ان احنا اللي بنتشرف وبيزيدنا تشريف وجودنا وسط حضراتكم. طلبة حفظوا كتاب الله وابنائنا حفظوا كتاب الله، بنشكرهم على تشريفنا معاكم، وبنشكر اولياء امورهم جميعا وربنا يجعله في ميزان حسناتكم. وبنشكر السادة المحفظين القائمين على حفظ اولادنا دول، لكم منا كل شكر وتحية وتقدير. وكافة القائمين على اخراج الحفل الجميل ده، لكم منا كل شكر وتقدير. واحب اقول لكم ان فعلا كتاب الله اعظم شيء، وهو اللي هيحفظ ابنائنا وهيحفظ بلدنا ان شاء الله، مصرنا الغالية، بحفظ ابنائنا كتاب الله ويمشوا على سنة رسول الله. وانا بجد سعيد جدا جدا وفخور كوني موجود في وسط حضراتكم جميعا، ويا رب دايما تتكرر كل سنة تحت رعاية النائب المحترم الخلوق اخويا الغالي النائب علاء بيه جعفر. ولكم مني كل تحية وتقدير، وللمنصة الكريمة جميعا لكم مني كل تحية وتقدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا سيادة النائب محمود البرعي على كلمته الطيبة. السادة الحضور، السادة والسيدات، نريدكم أن تعلموا جميعكم أننا الآن كلنا موجودون في رحاب القرآن الكريم، والآن مع كلمة النائب هاني خضر نائب مركز شبيل الكوم، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم أما بعد. سعيد جدا جدا إني موجود في وسطكم النهارده. الشهداء بلد الرجالة. سعيد جدا أيضا إن النهارده بنكرم حافظة القرآن الكريم في ظل ظروف صعبة جدا، وفي ظل ميديا منتشرة، وفي ظل فيسبوك وتيك توك وحاجات كتيرة جدا جدا جدا، ومغريات كتيرة جدا لأطفالنا وأولادنا. يمكن أنا عندي ليا جار محافظ قرآن، أطلع في الفجر ألاقي الأهالي واقفين يودوا ولادهم يحفظوا القرآن، أطلع العصر نفس الكلام، الظهر في عز الحر نفس الكلام. فتحية شكر وتقدير في البداية لأولياء الأمور اللي بيسعوا ورا أولادهم وبيتنوم وراهم لغاية ما يحفظوا القرآن الكريم. ألف تحية ليهم. التحية الثانية لأولادنا، استمروا، واللي حفظ جزء لازم يحفظ الثاني والثالث والرابع، ما تنتهيش غير اما تختم القرآن الكريم، عشان تيجي يوم القيامة تحط تاج على راس والدك ووالدتك. هو ده الهدف من الدنيا، وده الهدف الأسمى. احنا بنسعى في الدنيا عشان في الآخر كلنا بنسعى للفردوس الأعلى. اللهم كما جمعتنا في هذا اليوم في هذا المكان أن تجمعنا، وفي هذه الليلة أن تجمعنا بالفردوس الأعلى إن شاء الله. الحاجة الثانية، أنا بشكر المنصة الكريمة وبشكر الدكتورة هناء سرور أختي الكبيرة اللي بنتعلم منها وما زلنا بنتعلم منها، وأيضا أختي الغالية الدكتورة شيرين عبد العزيز اللي تعبانة جدا في مركز شبين الكوم من كتر الشغل، تعبانة في الشغل بصراحة. بشكر سيادة النائب عبد الحميد الشيخ اللي سيرته سابقاه. ممكن احنا مش محظوظين ان احنا مش موجود معانا السنه دي. الدورات دي ان شاء الله يكونوا موجودين مع بعض الدورات القادمه ان شاء الله. طبعا اخواتي الاعزاء اللي طلعت بهم من مجلس النواب، النائب محمود البرعي والنائب علاء جعفر، يمكن احنا لنا سيناريوهات كتيره مع بعض، وباكد عليكم يعني كلمه من القلب، اقفوا جنب ابنكم علاء جعفر. راجل بيعمل اقصى ما عنده، وانا ليا صولات وجولات معاه عند الوزراء في اماكن كتير، لكن ما حدش بيشوف اللقاءات دي، ما حدش شافه وهو بيتخانق مع وزير الري عشان خاطر تبطين الترعه اللي عندكم هنا جوه في بيت شهاله عشان يكمل الراس. ما حدش شافه ايضا وهو بيتخانق على مستشفى الشهداء مع وزير الصحه. دي حاجات كواليس انا بشوفها بعيني. اقفوا جنب الراجل ده. الراجل ده بيقف في وسط المجلس ويدافع عن حقوقكم، وما بندورش على العواقب، وما بندورش ان احنا نكون موجودين دورات جايه ولا لا. احنا بندور على اننا نكمل لاخر ثانيه في ال5 سنين، وانتنينا ندافع عن اهلنا وناسنا. عشان خاطري اقفوا جنبه. الحرب شرسه وعايزين يهدموا الفكره. ان شاء الله الفكره مش هتنتهي، وان شاء الله الدوره الجايه واللي بعدها يبقى في شباب كتير يبداوا من سن 25 سنه ويبقوا اعضاء مجلس نواب بيكم. والدعم الاكبر والتحدي الاكبر اللي احنا بناخده بيكم انتوا. احنا لما بنقف في اي مكان وبنتكلم بيقولوا انتوا بتتكلموا بالقوه دي ليه؟ نقول لهم بنتكلم لاننا جايين باصوات اهلنا وجايين عشان ندافع عن حقوقهم. متشكر جدا وكل سنه وانتم طيبين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتوا لسه ما فطرتوش ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو شيء قدير.
اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل يا ربي صيامنا وسجودنا وركوعنا واحفظ يا ربي مصرنا وأمنا في وطننا يا شهر الصيام. اللي بحب سيدنا النبي صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا في بلد السميعة وصلى على حبيب النبي من قلبك كده ان شاء الله. يا عين جودي بالدموع وودعي شهر الصيام وودعي شهر الصيام تشوقا وحنانا شهر به غفر الكريم ذنوبنا وبه استجاب الله دعانا شهر الصيام على الأيام قد فضلا شهر الصيام على الأيام قد فضلا شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما الصوم لي الله قال فصم له يا عبد واستغفر به الآثام بحلوله والصوم كبر في السماء ملائكة لتهنئ الإسلام والصوم من حسناته تتذكرون أراملا ويتامى يا سيدنا النبي يا رسول الله يا حبيب الله يا
سيد السادات يا خير خلق الله يا حبيبي يا رسول الله أجمل منك يا رسول الله لم ترى قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. مع بعض بقى نصلي على الحبيب النبي وهنقوله نشيد الوطن الانشاد الديني قمر. قمرون قمرون. لا انا عايز اسمع قمر سيدنا النبي يترك مركز الشهداء كله. عايزين نسمع الصلاة على النبي من القلب كده ان شاء الله. قمرون الله الله وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي وكف المصطفى كالورد نادي. انا مش سامع حاجه خالص. وكف المصطفى كالورد نادي وكف الحبيب النبي كالورد نادي وكف المصطفى كالورد نادي. الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي. الله الله وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء يا قمر. قمر سيدنا النبي قمر الله جميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل الله قمر قمر سيدنا النبي قمر جميل جميل وجميل سيدنا النبي. الله الله يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين. ليلة حلوة ومحليها رب القدرة مبارك فيها. ليلة حلوة ومحليها رب القدرة مبارك فيها.
المولى تعالى وجيناكم من تحتها فوجدناكم أحباب للزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة الزين. شكرا شكرا شكرا. حقا خلقت مبرأ من كل عيب وكأنك خلقت كما تشاء وأجمل منك لم ترى قط عيني وأطيب منك لم تلد النساء. والآن مع كلمة الدكتور عبد الحميد الشيخ فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير جميعا في هذه الأيام والليالي المباركة من شهر رمضان العظيم الكريم. احنا في ليلة وترية وليلة يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى انها تكون ليلة من ليلة القدر، ليلة القرآن، واحنا النهاردة متجمعين في هذا الحفل الكريم وبنكرم اعظم ناس في الوجود. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنتمنى ان اشبالنا الصغيرين دول حفظة القرآن يعلموا اجيال واجيال واجيال، وربنا سبحانه وتعالى يعني نزل الذكر وقال في قرآنه الحكيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فربنا يحفظه بيكم وعلى يديكم وأنتم السفرة مع السفرة الكرام البررة. ربنا يا رب يجمعنا معاكم ويجمعنا ببركة القرآن ويجعل جمعنا هذا جمعا مبرورا مباركا إن شاء الله. احنا بتحفنا الملائكة حاليا لأننا في مجلس ذكر، مجلس القرآن الكريم أعظم ما أنزل من السماء. فكل عام وأنتم بخير جميعا وهنيئا لكم أهل القرآن، هنيئا لمن تعلمه وهنيئا لمن علموهم. إنكم تحملون فوق رؤوسكم الأكاليل لأنكم مميزون حملة كتاب الله. فهنيئا لكم ونتمنى ونتلمس وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معكم جميعا وأن يبارك لكل هذا الجمع الكريم ويجمعنا جميعا مع هؤلاء الكرام البررة. الحقيقة أنا بحب أهل الشهداء، والله العظيم بحب أهل الشهداء جدا جدا جدا. وخصوصا بقى أهل ميت شهادة. وأهل ميت شهادة ليه؟ لأن لهم موقفين اتنين لا يمكن أنساهم ما حييت. أولا ميت شهادة في 2015 كان عبد الحميد الشيخ ده في الشهداء، يعني معلش ما حدش يعرف اسم عبد الحميد الشيخ. أول ناس عملوا لي لقاء ومؤتمر في المضيافة بتاعتهم هم أهل ميت شهادة. فقلت لهم أنا جيت بلد البرلمان وإن شاء الله هخش على أيديكم البرلمان. وكان من أعظم وأنجح المؤتمرات. فأنا بشكرهم ومش هنسى لهم اليوم ده. اليوم الثاني في برلمان 2020 لما ما حصليش نصيب
لما ما حصليش نصيب وكنا في تله وعرفوا ان سياده النائب علاء ابنهم المحترم الخلوق اللي انا بشكره، والحقيقه لما عرفوا ان يا رسول الله عليك سلام الله، يا رسول الله عليك سلام الله، يا نور عرش الله، يا عريض الجاه، يا خير خلق الله، بعث الإله الله، نزل عليه قرآن، يا بدر هل يبان، يا بشرى خير وسلام، ادت رسالة الله، صلى عليك الله، عليك سلام الله، يا رسول الله عليك سلام الله، يا رسول الله عليك سلام الله، يا رسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء، أشكي لمين وقت محالي، الله الله لمين النبي غالي، الله الله لمين وقت محالي، الله الله لمين النبي غالي، الله الله اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله، المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء، طول عمري بتمنى أشوفك، الله الله انظر جمالك وأبوسك، الله الله عمري بتمنى أشوفك، الله الله جمالك وأبوسك، الله الله برضي نفسي بأحاديثك، وأقول لك كل بليلي أراك، المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء، يا صاحب القبة الخضراء، الله الله إلا علينا بالنظر، الله الله صاحب القبة الخضراء، الله الله علينا بالنظر، الله الله يا أبا الزهراء، وأعطني كل محب مناه، المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. مدح النبي بهي الروح يشجيني، وإن ظمئت من الخيرات يرويني، ويبعد الهم عن قلبي ويأتي
شكرا. شكرا لفريق الإنشاد الديني ووفقهم الله. والآن مع فقرة لأكاديمية اقرأ العالمية للغات ب100 شهادة. والأطفال هم أسيل إسلام العبد، أسيل ياسر علام، أروى أحمد شعيب، جويرية أحمد نصر، خديجة أحمد سليمة، مكة محمد سليمة. والعروض محمد نبينا، عليك رسولي صلاتي وسلامي. فليتفضلوا. أيها السادة الحضور، أيها السيدات، طبعا اللي فات كله يا جماعة، طبعا احنا كنا في جلسة تعريف وكلمات عرضت ونقشت مع حضراتكم ممن تفضلوا بنا عليه. الإخوة والأخوات، الآباء والأمهات، طبتم يا رب جميعا وتبوأتم من الجنة منزلا. نعم، أنتم من عانيتم في تخريج هؤلاء الأطفال وحفظهم لكتاب الله. سنتحدث الآن عن الجوائز وعن تقديم الهدية لحافظ كتاب الله عز وجل، والتي تفضل بها سيادة النائب. في بداية المستوى الأول عن حفظ القرآن الكريم كاملا 30 جزءا، الدرجة الأولى والثانية. اللي معانا دلوقتي الخمسة الأوائل: أنس وائل الساداتي، أنس وائل الساداتي. سقفة كبيرة كده يا جماعة، سقفة كبيرة لتكريم حفظة كتاب الله. أنس. يا أستاذ طيب. محمد خطاب، كمال خطاب، فاطمة شاكر سليمة، عمر وسام الحلواني، سيف أحمد محمود عامر. وهي الدرجة الأولى نشكر جميعا من قاموا بهذا العمل الجيدة وحفظة القرآن كاملا. هو شهادة التكريم تحية لحامل كتاب الله كاملا
يا فاطمه سلم على تعالى لي يا ابني هنا محمد حماد في النادي طبعا الليله عيد من شهاده. طبعا اكيد كلكم يا اهل من شهاده حاسين بان النهارده عيد القران، عيد اهل القران. افرحي يا سماء مصر وبلغي عن اهلها خيرا حملة القران الكريم. بارك الله فيكم جميعا. انا عايز يا امي يا امي فاطمه هي تعالى يا فاطمه فاطمه هي تعالى يا فاطمه هنا استلم من هنا. يا عم احمد سمير تنويه بسيط كده بس يا جماعه. ابو يوسف ابو يوسف خلي التصوير تحت يا تصوير تحت والله بس زي ما انت يلا شكل يسقف لهم. حيوهم تحيه كبيره قوي، تحيه كبيره حملة القران الكريم. يلا يا شباب اتفضلوا اتفضلوا عشان هي على طول تحت. يلا بتاع الطريق المستوى الثاني. تعالي يا حسن تعالي كده تعالي كده. نسيبة أسماء نور آيات يوسف 1500 حافظا من بيتنال المسلمين ومن سيادة النائب على جعفر بنا جميعا كل شكر. المستوى الثاني بدأ مدحت شروق سامي محمود ملك عبد الله دمار ياسر حماده سهيله موسى عبد الرازق جلال. المستوى الثاني وقدر جائزته ب1000 جنيه وشهاده التكريم. تحيه كبيره جدا. لو قلنا ان هذه الجوائز في المقام الاول هنقول هي جائزه معنويه عشان نحفز باقي المتسابقين في اهل الشهاده وفي القرى المجاوره. اعانكم الله يا اهل القران. بس تعالى ثانيه واحده ارجع شاء الله. تعالى اهو تعالى اهو تعالى اهو تعالى اهو. وإذا نظرتم إلى السماء في هذه الليلة والله لا تجد فيها إلا قرب من الله وأهل القرآن. اللهم بلغنا ليلة القدر وليالي الأخيرة من رمضان. اللهم آمين اللهم آمين. المستوى الثالث
أيدها الأطفال إلى كلية الطب، وقد عانت في حياتها وهي تعيش وحدها، وأصرت على حفظ أبنائها بكتاب الله. أشكر السادة القائمين على هذا المؤتمر وعلى هذا الصرح العظيم، الصرح القرآني الذي تهتز له السماء والأرض، ألا وهو القرآن الكريم دستورنا جميعا وشعار لكل مسلم وشفاء من الله للحروب. اللهم انفعنا بالقرآن واجعله لنا نور وهدى. يا جماعه اتفضلوا تعالوا شوفوا يلا تعالوا هاتوا تعالوا هدية مقدمة من الأستاذ عبد الواحد جعفر والأستاذ أحمد سليمة. يا عمرو تعالى فرش، يا عمرو تعالى فرش. تحية يا جماعة، حيوهم بهذه الصورة التذكارية. بارك الله لكم جميعا. تعالوا هات العيال، تعالوا خلينا العيال كلها هنا بس. السيد عيسى والذي توفى زوجها وربت 8 بنات وولد، وزوج حتى الآن 6 بنات من 8. تحية كبيرة جدا، أكبر تحية لهذه السيدة شريفة السيد عيسى التي قامت وربت وزوجت وتعاونت مع الله عز وجل بسترة بناتها. تحية خاصة للحاجة شريفة. الطالبة المثالية أمينة محمد الشيخ، وهي يتيمة الأب والأم. والله براها، حيوها يا جماعة. أكبر تحية لهذه الطالبة التي أصرت على النجاح. اللهم وفقها دائما على الترتيب. السيدات والسادة الحضور، نتحدث الآن على أصعب حد قدر يحفظ القرآن. عارفين مين؟ ولكن هدايته أتت له من الله. ذوي الهمم، ذوي الهمم. أفضل ما قام بحفظ كتاب الله من أهاليهم أية نعماء إلا الحب والمادة. ها هم أصحاب الهمم. بارك الله لنا جميعا فيهم. طبعا الأطفال اللي موجودين يا جماعة
تحية لسيادة النائب على تسليمه الجائزة. تحية لسيادة النائب على تسليمه الجائزة. فيك يا الإخوة والأخوات الحضور، بارك الله لنا فيكم جميعا، زادكم الله بفضله يا من تساعدون على استمرار مجلس. اللهم بارك فيكم وفي أولادكم وفي سيركم من طريق الهدي محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم جميعا وزادكم من فضله. تكريم أوائل حفظة القرآن الكريم، أنتم الآن تشاركون في وصلة وصلة بين الأرض والسماء. أتعلمون ما توصلون به الأرض والسماء؟ هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم.